رسالة من راموس بعد وداع إسبانيا على يد المغرب. دافع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس أو الملقب بالجاموس عن لاعب منتخب بلاده بعد الخسارة المفاجئة التي تلقوا على يد المغرب الثلاثاء في دور 16 من كأس العالم. وودعت إسبانيا كأس العالم على يد المنتخب المغربي الذي تأهل لدور الثمانية بعد الفوز التاريخي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وهذا ما كتبه راموس صاحب 36 عاما الذي يغيب عن منتخب بلاده على حسابه بموقع فيسبوك: اليوم أكثر من أي وقت مضى أنا فخور بعملنا، فخور ببلادنا، وفخور بلاعبينا. إسبانيا لا تخسر، إسبانيا تتعلم، إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تقوم وتواصل المسيرة. سنعود وسنعود أقوى، هيا يا إسبانيا. وكان راموس الفائز بكأس العالم 2010 واستبعد من قائمة لاروخا لكأس العالم بعد إصابته حرمته من لعب بانتظام مع باريس سان جيرمان الفرنسية. وأعلن المدير الفني للمنتخب لويس إنريكي قائمة خلت من بعض أصحاب الخبرة مثل الجاموس أو راموس، ولاعب وسط تياغو الكانتارا، والمدافع ماركوس ألونسو، والحارس ديخيا. إلى اللقاء.